السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب كده تكونوا بخير. النهارده بقى انا هعمل ايه؟ هعمل الكشري في حلة واحدة. بيبقى سهل جدا، ولا عك ولا لك في الحلل، لان انتوا عارفين الكشري بيستخدم حلل كتير. فانا قلت لا، النهارده انا هعمل الكشري كله في حلة واحدة. يلا بينا على الفيديو ونشوف هنعمل ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ النهارده بقى ايه؟ انا عندي عزومة، بس ايه هم اللي طالبينها؟ والله طالبين كشري. فطبعا انتوا عارفين ان الكشري ده بيحتاج بقى مواعين كتير جدا، ويعني حلال كتير. فانا قلت لا، انا هعمله كله في حله واحده. وعندي هنا كيلو طماطم معصور حضرته. بس الاول ايه، قطعنا زي ما احنا شايفين كده البصل، وعملت عليه معلقتين نشا ومعلقه ملح صغيره، وهنقليه الاول. طبعا هنا حطيت كوبايه زيت. احنا برضه هنستعمل الزيت ده في الطماطم وكده، اللي هي التعصيبه بتاعه الطماطم. وهنحط ايه، نسيبه لما يتقدح كده. هنحط ايه، حبه يعني كميه بصل شويه. طبعا مش هنحط الكميه كلها زي ما احنا شايفين كده، يعني ايه، هي كميه صغيره عشان ايه، تتحمر بسرعه. خلصت البصل، هنحط ايه، معلقه توم في نفس الطاسه كده زي ما احنا شايفين كده. طبعا هنا الطماطم زي ما احنا شايفين التومه كده الذهبي الجميله، حطينا عليها معلقه كمون. طبعا الكمون هو الاساسي، ده حاجه معروفه في الكشري. حطينا عليها معلقه فلفل، حطينا نص معلقه كزبره عليها، وحطيت معلقتين خل عليها، ونص معلقه سكر. ليه السكر؟ طيب السكر ده عشان ايه، الحموضه، يشيل اي حموضه في المعده ويريح القولون من الصلصه. طبعا احنا عارفين اي صلصه بيبقى لها حموضه. السكر فبيمنع اي طبيخ انا بعمله بصلصه. لازم اعمل ايه، لازم احط فيه ربع معلقه سكر كده، انها تشيل بس الحموضه. طبعا انا معايا ايه هنا، كيلو طماطم اهو. وطبعا زي ما احنا شايفين بسم الله ما شاء الله البصله جميله جدا. حاولي ان انت تطلعيها على منديل، على ما عندكيش منديل ورقه كراسه كده نظيفه كده من بتاعه الاولان، وفرطيها. ليه نفرطها؟ علشان ايه، تستمتع بالنشفان بتاعتها، ما تبقاش طريه. طبعا هنا ناقص ايه، هنحط المعلقتين صلصه. طبعا هنا ضفت لها كوبايتين ميه، وحطيت لها معلقتين صلصه. الصلصه دي بتحمر، طبعا صلصه الكشري دي معروفه اللي هي الصلصه الجاهزه، لازم منها. وطبعا احنا نقعنا العدس بتاع ساعه. ليه نقعناه ساعه؟ علشان ايه، يعتبر كده ان هو اخد نص سوي في الميه. كل ما تنقع العدس ساعه، طبعا لما تيجي تطبخيه بتطبخيه من غير ما تسلقيه طبعا اكيد، فبيبقى سهل عليكي ان هو بياخد وقت الرز بالظبط. يعني وقت تسويه الرز العدس بياخده كده. احنا ايه، هنعمل الصلصه، وبعد كده ايه، هنبتدي بقى في الحاجه التقيله اللي هي ايه بقى، اللي هي الحله الواحده بتاعه الكشري. يلا بينا. طبعا هنا انا خلصت بقى ايه الصلصه، وخلصت البصل. الصلصه اهي زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله عليها جميله جدا. هنا بقى هنعمل ايه، هنجيب المكرونه الشعب، وهي ده نص الكيس او 3/4 كيس، لان انا عامله ايه كميه. وهنقلب، عايزينها كده اللون ايه، الذهبي الجميل. نديها ايه، اللون الذهبي الجميل. طبعا بنقلب فيها، عايزينها ايه، اللون الذهبي. ايدك على طول ايه، ما تسيبهاش، عشان ايه دي يعني ايه، ما بتاخدش وقت على النار. بسم الله ما شاء الله. انا يعني ايه، رحت عند قريبه ليا لقيتها بتعملها. طب وليه نعمل بقى مواعين كتير وحلل ومصافي طب ليه؟ طب نعمله بقى في حله واحده كده، تبقى جميله جدا. والله عملته قبل كده، بس انا قلت انا اصوره ايه في القناه. كنت اخدها من عند خالته هناك، لقيتها بتعمل كده يعني، فقلت لا انا هعمل زيها بالظبط. احنا عايزينه ايه، يغمق كده عن كده كمان شويه. ايه بقى الخطوه اللي بعد كده اللي هنعملها، كمان ايه، يغمق كده شويه كده عشان يبقى جميل. متحرقهوش، خليه لونه الذهبي. معايا نص كيلو عدس، هنقلبه زي ما احنا شايفين كده. طبعا منقوع ساعه، ما سلقتوش زي ما انتم شايفين، لا انا نقعته بس ساعه
وهياخد سوي الرز بالظبط. ادي كده ايه اللخبطه كده مع بعض كده. والله جميل جدا يعني، بتسالوا نكهه جميله حلوه قوي. طبعا زي ما احنا شايفين كده الرز، حطينا الرز عليه وهنقلبه. عايزين ناخده ايه كده صدمه كده مع العدس والمكرونه ايه الشعر دي الشعريه، بنقول عليها احنا البورسعيديه الشعريه، مش عارفه انتوا بتقولوا عليها ايه، او المكرونه الشعر. شايفين؟ بعد كده هنعمل ايه بقى؟ هنجيب بقى المكرونه الصغيره الجميله بتاعتنا وهنحطها عليها. شايفين؟ هنقلب كله مع بعض. احنا لسه ما حطيناش الاسباجيتي، لسه عندنا المكرونه ايه الاسباجيتي. احنا ايه هنقلب دي كلها مع بعض، مش عايزين حاجه معجنه، احنا عايزين نعملها مش معجنه. نحط بقى الميه. طبعا حطينا المكرونه، عملنا العد بتاعها ميه، حطينا معلقه كمون، اوعي تنسي الكمون، نص معلقه كزبره، رشه فلفل، حطينا من البصل اللي احنا كنا محمرينه الجمال بتاعه دون، حطينا منه شويه هنا فوق منه. هنقلب كده كله مع بعض بسم الله ما شاء الله، وهنسيبها ايه تغلي شويه قبل ما نحط المكرونه الاسباجيتي. دي لازم تديها نار عاليه. طبعا كده عملت المكرونه الاسباجيتي كده على الوش كده، مش هقلب دلوقتي الا لما تغلي وتاخد الغلوات بتاعتها كده. هغطي عليها وتعلي النار عليها زي ما احنا شايفين كده. المكرونه الاسباجيتي ما تعملهاش في الاول عشان ما تعجنش منك وتلزق في بعض، لا لازم نفرفطها كده، نفردها كده على الوش كده اهو، وبعد كده هنغطي نعلي عليها. اول ما يشربوا الميه هنقلب بقى كله مع بعض. وبكده يا حبايب قلبي اكون انا خلصت بسم الله ما شاء الله. شايفين بقى الجمال؟ اقسم بالله ولا واحده فيها معجنه، طالع مفلفل وجميل جدا. طبعا انا عملت هنا ايه الشطه اهي، الشطه دي احنا عاملينها مع بعض قبل كده فهتلاقوها اهي، لان انا عامله الكشري اللي كله المكرونه لوحده والرز لوحده، فهتلاقوا ايه اللي هي الكشري معموله، الشطه سوري معموله، واللي هنا الدقه معموله. بسم الله ما شاء الله. انا بس بقول لكم على الجمال، اللهم صل على النبي، ومش هقول لكم على الريحه والطعم، واقول لكم تعالوا اتغدوا بقى معايا احلى طبق كشري على بعض.